ترتيب القوات البحرية العربية لعام 2025. تعتبر القوة البحرية عاملاً حاسماً في تحقيق التفوق العسكري، سواء من خلال حماية السواحل والمياه الإقليمية أو تنفيذ العمليات الهجومية والدفاعية في أعالي البحار. في هذا التصنيف سنستعرض ترتيب القوات البحرية العربية بناء على حجم الأسطول، عدد القطع البحرية، القدرة القتالية، والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة. في المركز السادس عربية، دولة قطر بأكثر من 40 قطعة بحرية، وهو أسطول حديث تحت التطوير، يتكون أساساً من 4 فرقاطات و4 كورفتات وأكثر من 10 زوارق حربية. في المركز الخامس، دولة الإمارات تمتلك حوالي 75 قطعة، تشمل 2 فرقاطات و6 كورفتات وأكثر من 25 زورقاً حربياً متطوراً. في المركز الرابع، المغرب، ويحتل أيضاً المرتبة 38 عالمياً بأكثر من 115 قطعة بحرية. تمتلك القوات البحرية الملكية المغربية 5 فرقاطات حديثة ومتطورة. فرقاطة محمد السادس، وهي فرقاطة متعددة المهام من فئة فريم، فرنسية الصنع، تعتبر من أحدث القطع البحرية المغربية. 3 فرقاطات من فئة سيغما، هولندية الصنع. فرقاطتان من فئة فلوريال، فرنسية الصنع. كما تمتلك القوات البحرية الملكية المغربية كورفيت من فئة ديسكوبيرتا، إسبانية الصنع. في المركز الثالث، السعودية، كما تحتل أيضاً المرتبة 25 عالمياً ب120 قطعة بحرية. أهم مكونات الأسطول السعودي 7 فرقاطات، منها 4 فرقاطات MMSC أمريكية الصنع، ويملك أيضاً 3 فرقاطات فرنسية. يملك أيضاً 5 كورفتات إسبانية من فئة إيفانتي 2200 وأكثر من 30 زورقاً حربياً. في المركز الثاني، الجزائر، التي تحتل أيضاً المركز السادس عشر عالمياً بحوالي 200 قطعة بحرية. تمتلك الجزائر حالياً أسطولاً يتكون من 6 غواصات، جميعها من صنع روسي من طراز كيلو 636 معروفة بقدرتها على التخفي، مما أكسبها لقب الثقب الأسود. كما تمتلك الجزائر 5 فرقاطات في قوتها البحرية، 3 فرقاطات من فئة كوني كلاس روسية الصنع، فرقاطتين من فئة ميكو أي 200، وهي فرقاطات شبحية ألمانية متعددة المهام. كما تمتلك الجزائر عدة كورفيتات، 3 كورفيتات من فئة سي 28 أي صينية الصنع. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الجزائر 2 كورفيتات من فئة نانوخا الروسية. في المركز الأول تأتي مصر، التي تحتل أيضاً المركز الثالث عشر عالمياً بأكثر من 245 قطعة بحرية. تمتلك القوات البحرية المصرية أسطولاً متنوعاً، يتقدمه حاملتا مروحيات فرنسية الصنع من فئة ميسترال. يضم الأسطول أيضاً 8 غواصات، منها 4 غواصات طراز 209 الألمانية و4 غواصات طراز روميو الصينية. وتمتلك أيضاً 10 فرقاطات متنوعة وحديثة، فرقاطتين فئة فريم بيرغاميني إيطالية الصنع، 4 فرقاطات فئة أوليفر هازارد بيري تم الحصول عليها من الولايات المتحدة الأمريكية، فرقاطتين من فئة نوكس تم الحصول عليها من الولايات المتحدة الأمريكية، فرقاطتين من فئة جيانغ هو من الصين. كما تمتلك 10 كورفيتات تتكون من 4 كورفيتات من فئة جويند 2500، 6 كورفيتات من فئة امباسيسادور MK3. كما تمتلك أكثر من 50 زورق حربي. من الأقوى؟ إذا كان المعيار هو العدد والتنوع، البحرية المصرية الأقوى. إذا كان المعيار هو قوة الغواصات، البحرية الجزائرية هي الأقوى. إذا كان المعيار هو التكنولوجيا والتحديث، السعودية والإمارات تتصدران. إذا كان المعيار هو التوازن بين العدد والجودة، المغرب وقطر تتقدمان. بشكل عام، البحرية المصرية هي الأقوى حالياً، لكن باقي الدول تتطور بسرعة، ومن الممكن أن تتغير الترتيبات خلال السنوات القادمة. ما رأيك في ترتيب الجيوش البحرية العربية؟ هل ترى دولة أخرى تستحق مركزاً أعلى؟ شاركنا رأيك في التعليقات.